حبايبي طلاب سينيور 1 عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. وبعتذر جدا على التاخير وده بسبب ان انا كنت تعبان وستيل لسه تعبان. فاتمنى ان انت تدعي لي بالشفاء ان انا ابقى كويس. والنهارده هنحل مع بعض ويك 3 اللي هو على ليسون 3 وده اخر ليسون عندك في شابتر 1. وهنزل لك كمان الاسبوع ده ان شاء الله اول ليسون في شابتر 2 الحل بتاعه. وما تنساش طبعا هتشوف الشرح موجود على المنصه ونجهز مع بعض عشان الريفيجن بتاعتنا. تعالى مع بعض نحل ويك 3 ونشوف بيقول ايه. تعالى مع بعض كده نشوف اول سؤال بيقول لك ايه. بيقول لك ايه في اول سؤال؟ بيقول لك how do الفيزيكال process such as precipitation and evaporation affect على النيوترنت سايكل. بيأفكت على النيوترنت سايكل. هتقول لي واحده واحده يا مستر. مبدئيا كده هو يقصد عندي هنا بالبريسبتيشن ان انا بتكلم عندي في الرين فول، صح؟ في الرين فول. وكمان عندك الايفابوريشن دي عمليه البروسيس اللي بيتحول فيها عندي الووتر من ليكويد ستيت لجاز ستيت، صح الكلام؟ طيب وبيرجع تاني للاتموسفير. قال لك النيوترنس هنا سايكل. انت خلي بالك النيوترنس هنا ما عندكش او بنتكلم على الثري نيوترنس او الثري اليمنت بتوعنا اللي هم عندك الكربون، وبيتكلم عندك في النيتروجين، وبيتكلم عندك في الفوسفورس. في مشكله؟ طيب تعالى واحده واحده وهنمسك كده. قال لحضرتك زي increase الافيلابيلتي للنيوترينتس in the soil and minimize the loss of ايه يا معلم؟ النيوترينتس to the air. طيب واحده واحده. مبدئيا هو بيدي لك فعلا increase الافيلابيلتي للايه؟ للنيوترينتس في السويل في الرينفول، وده احنا كنا بنتكلم فيه لما قلت لك ان الفوسفورس عندي اللي موجود في الروك والايه والمينرال اللي جواه لما بيحصل عندي رينفول ويحصل عندي ديسولفنج ليه بينزل ليه النيوترينتس، فبالتالي بيحصل عندي انكريزنج. فالجزء الاجابه دي صح، ولكن النص الثاني غلط. ليه؟ عشان خاطر ان انا عندي هو ما بيقللش النيوترينتس في الاير. جميل. طيب الناحيه الثانيه بيقول لك نمبر بي lead to the transfer of nutrients from soil to water body. ودي اجابه صح. ليه؟ ما انا لسه قايل لحضرتك دلوقتي ان انا اقدر من الرينفول دي ويحصل ديسولفنج عندي للفوسفورس ان ينزل عندي ليه السويل، فبالتالي انا فعلا بيليد عندي ترانسفير، حصل عندي هنا ترانسفير للنيوترينت جميل للسويل. جميل. طيب قال لحضرتك بعديها ايه؟ بيقول لحضرتك بعديها نمبر 2 limestone rock and dolomite. limestone rock and dolomite are chemically similar in containing element نقط. طب واحده واحده. تعال نشوف مبدئيا كده. اللايمستون ده كان عباره عن CaCO3 صح؟ طب الدولومايت كان تقريبا شبهه، كان Ca بس في مغنيسيوم. جميل. وبعدين الCO3 وعندك 2 في الاخر. جميل. طب واحده واحده. انا عندي هنا ما بين الاثنين دول سيميلر في الكالسيوم، والسيميلر عندي في المغنيسيوم، والسيميلر عندي تقريبا في الكربونات. حلو. طيب قال لحضرتك مبدئيا في الكربون في كربون، في النيتروجين لا مفيش نيتروجين، يبقى اول اجابه دي غلط. طب بعد كده قال لك الكربون في كربون، في الاكسجين في اكسجين، في كالسيوم في كالسيوم، يبقى انا عندي نمبر بي اجابه صح. طب نقرا الباقي. اكسجين في، هيدروجين لا، مغنيسيوم فبالتالي دي غلط. نيتروجين لا، كربون لا، سوري كربون والهيدروجين معانا لا، فبالتالي يبقى الاجابه نمبر بي عندي دي الاجابه الصح. خلاص موجود عندي كونتين في الكربون والاكسجين والكالسيوم. طيب بعد كده نمبر 3 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدروت اللي هو عندي الجفاف. مين lake of water in the environment and has a negative effect on the concentration of many nutrients but it has a positive effect on the concentration of E. طب واحده واحده. بص حضرتك احنا لما جينا اتكلمنا عن الدروت ده قلنا ان انا عندي بيعمل حضرتك افكت لثلاث يعني ثلاث افكتات. الافكت عندي يا اما بوزيتيف افكت يا نيجاتيف افكت. الراجل ده كان بيعمل 2 نيجاتيف افكت وواحده بس هي اللي بوزيتيف افكت. حلو. طيب كان بيعمل بوزيتيف افكت لايه؟ كان بيعمل بوزيتيف افكت لانه كان بيعمل انكريزنج للان اورجانيك فوسفورس. كان بيعمل لايه؟ ان اورجانيك فوسفورس اللي هي بي عندي. خلاص؟ يبقى تاني كده الراجل ده كان عندي الدروت كان بيعمل نيجاتيف افكت
للاورجانيك كربون ونيتروجين، وكان بيعمل نيجاتيف افكت على البالانس بتاع الايكو سيستم، وكان بيعمل بوزيتيف افكت او انكريزنج لكونسنتريشن اوف الان اورجانيك فوسفورس. في مشكله كده؟ طب خش معايا في اللي بعده. سؤال نمبر 4 عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لك what is the main chemical reactions in the carbon والنيتروجين cycles. حضرتك مبدئيا عارف عندي ان الكربون المين رياكشن فيه كان موجود عندي في الفوتوسينثيز وموجود عندي في الريسبيريشن. فبالتالي لما يجي يقول لك سيلولار ريسبيريشن صح، فوتوسينثيز مظبوط، اند النيتريفيكيشن اقول لك ما النيتريفيكيشن ده اللي عندي النيتروجين، فبالتالي الاجابه نمبر ايه دي الصح. طب الباقي قال لك الفوتوليسيس لكن نيوكلير فيوجن دي مش عليك اصلا، فوتوسينثيز مظبوط، بايو ديجريديشن مش موجوده، سيل ريسبيريشن، نيوكلير فيوجن، فانت بالنسبه لك نمبر ايه دي الاجابه الصح عندك. طب خش بعد كده اللي بعده. يقول لك سؤال نمبر 5 plants absorb some ammonia and nitrate salts to make a. طب واحده واحده كده، واحده واحده. حضرتك عندك الامونيا وكان عندي ان هي بتتحول عندي النيتريت ل NH3، وكان عندي بيحولوها عندي لايه؟ لنيتريت. وده لو تفتكر انا كنت قايل لك النيتروجين عندي كان بيكون لي الدي ان ايه والبروتين، بيكون عندي الدي ان ايه والبروتين. فبالتالي حضرتك كده لما يجي يسالك هتقول له على طول يا اما دي ان ايه يا اما هتقول له بروتينز. طب هل هي الهيدروكربون او سوري الكربونيتس؟ اقول لك لا، ولا الفاتس، ولكن هي البروتين بما ان مفيش دي ان ايه. خلاص كده؟ طب خش على اللي بعده. بيقول لحضرتك بعديها عندي ايه؟ بيقول لك الكربون is transported from limestone rocks to the atmosphere by the process of نقط. واحدة واحدة. حضرتك مبدئيا كده طالما قال لك اللايمستون روك، في اللايمستون روك عندك CaCO3. لما جينا اتكلمنا عنها قلت لحضرتك ان انا كان عندي 2 باس بالنسبه للكربون دايوكسيد فيها، يا اما كان عندي الشيل اللي كان متكون عندي من الكالسيوم كربونات وبيحصل له عندي كيميكال ديكومبوزيشن، ويبدا بعد كده انه على لونج تايم على مدار طويل يبدا يحصل له تآكل ايروجن، بعد كده يحصل له ديبوزيشن هيكون لي بعديها اللايمستون. يا اما كان عند حضرتك ان الكربون دايوكسيد الباس الثاني الكربون دايوكسيد كان بيحصل له ايه؟ ديسولفينج في الووتر، وبعد كده يبدا يحصل له ديبوزيشن او كيميكال رياكشن ويتحول بعد كده عندي لكالسيوم كربونات ويكون لي اللايمستون كديبوزيشن. فبالتالي حضرتك انا من الكلام اللي انا بكلمك فيه ده اكيد ده كيميكال ويذرنج، انا بتكلم على الكيميكال ويذرنج. في مشكله؟ اكيد مش الكونسبشن ولا الثيرمال ايميشن ولا الايه الايروبيك ديكومبوزيشن. خلاص خش على اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك وات از ذا مين كيميكال رياكشن. ايه المين كيميكال رياكشن اوف فوتوسينثيز؟ ايه الكيميكال رياكشن؟ مين كيميكال رياكشن اوف فوتوسينثيز. ده حضرتك انا وانت عارفينه ان المين كيميكال رياكشن عندي في الفوتوسينثيز تحديدا ان انا كنت باخد الكربون دايوكسيد واعمل منه ايه؟ الجلوكوز اللي هو بالنسبه لي ده اورجانيك ماتر. فبالتالي نشوف الاجابات كده. بيقول لك conversion of oxygen to water. لا انا كنتش باخد اكسجين اصلا، كنت باخد كربون دايوكسيد. قال لك conversion of solar energy to chemical energy، هو يقصد هنا بالكيميكال انرجي الجلوكوز. خلاص فبالتالي حتى الان الاجابه دي صح. جميل. قال لك بعد كده conversion كربون دايوكسيد to oxygen. لا هو كان بيعمل كده بس ده مش المين بتاعي، انا المين بتاعي كان الايه؟ الجلوكوز. فبالتالي نمبر بي هنا الاجابه الصح بتاعتي ان انا كنت باخد السولار انرجي مظبوط كشمس او السان لايت وابدا ان انا ادخلها في عمليه الفوتوسينثيز بتاعتي. وكان لو تفتكر كان الكلوروفيل كان المسؤول عن الكلام ده، والكلام ده بيحصل عندي في الكلوروبلاست ويبدا يكون لي الجلوكوز بعديها كاورجانيك كومباوند. طب ايه تاني يا عم؟ قال لك بعد كده نشوف اللي بعده. بيقول لك synthesizes البروتين. The plant absorb any or both of the following. يبقى انا دلوقتي في عمليه ان انا
اخلق او اعمل البروتين، اكرييت البروتين. خلاص. البلانت كان بيابزورب ايه؟ قال لحضرتك واحده واحده. انا طالما قلت بروتين، طالما قلت بروتين يبقى انا هنا بتكلم في النيتروجين. يبقى انا حضرتك بتكلم فين؟ بتكلم عن النيتروجين. طيب قال لحضرتك الاكسجين جاز اند النيتريت سولتس؟ لا. قال لحضرتك الامونيا جاز اند الكربونيت؟ لا. بس بص هنا قال لك الامونيا جاز اند النيتريت سولت، ودي صح. ليه يا مستر؟ انا كان عندي ال NH3 وكان عندي ده بيتحول عندي لل NO3 نيتريفيكيشن. خلاص. فبالتالي هنا دي الاجابه الصح، دي اللي بيحتاجها البلانت عشان خاطر يبدا يكون البروتينز. طيب نمبر 9 بيقول لك which of the following nutrients is needed in large quantity by plant to produce ايه؟ قال لك to produce الانرجي carrying الكومباوند. واحده واحده. ايه اللي عندي من، لو تفتكر ايه اللي كان عندي من النيوترنتس اللي هم الكربون والنيوترنت النيتريت او النيتروجين والفوسفورس، كان عندي مهتم او كان بيكريت عندي الانرجي. حضرتك لو تفتكر ان انا كان عندي الفوسفورس ده كان موجود عندي في عمليه ستور للانرجي، صح كده؟ وكان بيعمل ترانسفيرنج الانرجي اللي هي الاي تي بي. خلاص. فبالتالي انا عندي الفوسفورس ده في ريليشن ما بينه وما بين الاي تي بي جدا اثناء عمليه الريسبيريشن. فبالتالي الفوسفورس ده محتاج البلانت لارج كوانتيتي منه عشان خاطر ان انا اعمل ايه؟ ابروديوس الانرجي اللي هي تحديدا هنا الانرجي كارينج كومباوند. وهنا بيتكلم على مين؟ بيتكلم عندي على الجلوكوز. في مشكله في الكلام ده؟ قال لك لا. طب خش معايا في اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك في اللي بعده عندي ايه؟ قال لك يا مستر النيتريت بكتيريا. نيترايت بكتيريا نيترايت هنا انا بتكلم على ال NO2 نيترايت NO3 نيتريت. قال لحضرتك النيترايت بكتيريا دي بتكونفرت الامونيا انتو ايه؟ واحده واحده. انا عندي النيترايت بكتيريا اسمها ايه؟ نيترايت بكتيريا. تفتكر هتعمل ايه؟ هتحول او هتكونفرت الامونيا ال NH3 للايه؟ ال NO2. ما هو قايل لي نيترايت يبقى هتحولها لنيترايت كومباوندز. في مشكله في الكلام ده؟ خش معايا في السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ شوف سؤال 11 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندي نيتريت بكتيريا كونفرت لايه؟ باي نيتريت بكتيريا يعني انا بتكلم على ال NO3، وده شيء بديهي جدا شبه اللي قبلها. طالما قلت نيتريت بكتيريا يبقى انا هتكونفرت لمين؟ لنيتريت. خلاص. يبقى انا بتكونفرت عندي نيترايت كومباوند انتو نيترايت لا، مش من نيترايت لنيترايت، نيترايت كومباوند انتو ايه؟ نيتريت كومباوند. خلاص. يبقى بي عندي دي الاجابه الصح. خش بعد كده في اخر سؤال عندك في الايه؟ في اللي تشوز. بيقول لحضرتك نقط كونفرت سم نيتريت ال NO3 in the soil into nitrogen gas or nitrous oxide. ايه العمليه او البروسيس اللي عندي اللي بيعمل عندي كونفرت للنيتريتس للنيتروجين جاز او النيتروس جاز اللي بيرجع تاني للاتموسفير؟ دي حضرتك كانت اخر بروسيس عندي اللي هي كان اسمها الدنتريفاينج بكتيريا. دي حضرتك اللي كانت بتحول عندي الايه؟ النيتريت اللي هي في الاخر خالص للنيتروجين او النيتروس اوكسايد اللي كان بيرجع تاني للاتموسفير. خلاص كده. تعالى خش معايا يلا بينا نحل الايسي. تعالى معايا كده في اول سؤال في الايسي عندك. بيقول لك ايه؟ بيقول لك what are the main chemical reaction in carbon and nitrogen cycles. واحده. تعالى نمسك يا سيدي مبدئيا المين كيميكال رياكشنز اللي موجوده في الكربون. حضرتك عندك المين رياكشنز اللي موجوده في الكربون يا اما بتتكلم على الفوتوسينثيز يا اما بتكلمني على الريسبيريشن، صح كده؟ طيب تعالى نشوف بقى كده واحده. عايز يعرف هو بقى الكيميكال رياكشن دي بتقول ايه؟ قال لك تعالى يا سيدي واحده كده اهو. بص اول واحد عندي الكربون. خلاص.
اول واحد انا بتكلم على الفوتوسينثيز. طيب الفوتوسينثيز دي كانت بتتم ازاي يا سيدي؟ كنت بجيب الكربون دايوكسيد 6 منه، انا اسف، كربون دايوكسيد ال6 منه مظبوط، مع 6 H2O، كان بيديني حضرتك هنا، انا عندي هنا اللايت، خلاص، لايت انرجي، وكان عندي مين؟ الكلورو فيل، خلاص، كان بيديني حضرتك مين؟ الجلوكوز C6H12O6 مظبوط، بلس 6O2. ده كده بالنسبه لي الفوتوسينثيز، ده كده اول واحد. طب تاني واحد كان عندي مين؟ كان عندك تاني واحد كانت الريسبيريشن. مين؟ الريسبيريشن. طيب في الريسبيريشن عندي كانت الايكويشن بتدور ازاي؟ كنا بناخد مين؟ الاكسجين مع الجلوكوز اللي انا اوريدي اخدته قبل كده C6H12 يديني حضرتك مين؟ يديني الكربون دايوكسيد والووتر از ويست برودكت، خلاص ماشي، وكان بيطلع لي بعد كده الانرجي اللي هي الاي تي بي. يبقى انا كان بيديني 6O2 بلس الجلوكوز يديني 6 كربون دايوكسيد و6 H2O، ودول كانوا بالنسبه لي الويست برودكت، وكان بيديني بعد كده الانرجي او الاي تي بي از ايه؟ از مين برودكت. جميل. طب خش معايا بعد كده في السؤال الثاني، بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك في السؤال الثاني انا عندي write an example of how some human activity affect the nitrogen cycle. ازاي بعض الهيومن اكتيفيتي عندي بيفكت على مين؟ على النيتروجين سايكل. هتقول لي بمنتهى البساطه الشديده جدا ان انا كان عندي الهيومن افكت، من ضمن الهيومن افكت اللي بيكونوا موجود عندي بيأثر على النيتروجين سايكل، كانت عند حضرتك النيتروجين فيرتلايزرز. النيتروجين فيرتلايزرز، ودي كانت بتأثر عندي في الاجريكلتشر بسبب الايه يا معلم؟ بسبب ان كترة استخدامها دي كانت بتسبب لي مشاكل كتيرة جدا. فبالتالي النيتروجين فيرتلايزرز والاكزس يوزز بتاعتها بتسبب لي ايه؟ مشاكل وان بالانس، تعمل لي ان بالانس للايكو سيستم. في مشكلة؟ خش معايا بعد كده في السؤال الثالث. بيقول لحضرتك ايه في السؤال اللي بعده؟ بيقول لك what is the importance of nutrients in maintaining health للايكو سيستمز. هتقول لي سهله يا سيدي، النيوترينتس دي حضرتك بتفيدني في حاجتين، والحاجتين دول بيساعدوني على مينتين البالانس بتاع الايكو سيستم. هتقول لي اول هام ان النيوترينتس دي حضرتك لما تبروفايد نيوترينتس للبلانتس ده هيساعدها ان هي سبورت ايه يا معلم؟ قال لك سبورت الجروث، سبورت الجروث، النمو عندي بتاع البلانت. والحاجه الثانيه لما يحصل عندي سبورت للجروث بتاع البلانت والبلانت تبقى هيلثي جروث، جميل، يجي بعد كده الهيربيفورس يعمل ايه؟ يبدا ان هو ياكل البلانت دي وتتنقل له الايه؟ يتنقل له الاورجانيك كومبوننت اللي بالنسبه لي انرجي زي الجلوكوز، خلاص، ليه من الهيربيفورس، ويجي بعد كده الكارنيفورس ياكله وهكذا، ويبدا يحصل عندي فود تشين بالانسد اللي بتاثر بعد كده على الايكو سيستم انه يكون بالانسد. فبالتالي تقدر تقول له تختصر له الكلام ده في ان يحصل عندي انتراكشن بتوين الليفنج اورجانيزم، يحصل عندي انتراكشن بتوين الليفنج اورجانيزم، خلاص. طب ايه اللي تاني اللي بعده يا سيدي؟ قال لك تعالى بص يا سيدي اللي بعده يقول لك ايه؟ بص يا سيدي السؤال بيقول لك ايه؟ السؤال في منتهى السهوله، بيقول لك what is the effect of precipitation and evaporation on nutrient cycle. precipitation دي انا قايل لحضرتك once انك تشوف precipitation هو يقصد بيها الرينفول، صح؟ يقصد بيها الرينفول. وعندك evaporation دي عمليه بيحصل فيها من liquid state لجاز state، وانا هنا بتكلم على الووتر. يبقى سيادتك بمنتهى البساطه الشديده جدا هتقول لي وايه اللي بيحصل لما يحصل عندي رينفول وايه اللي بيحصل عندي لما بيحصل عندي ايفابوريشن؟ هتقول لي والله حضرتك رقم واحد لما بيحصل عندي رينفول او بريسبتيشن، خلاص، اللي بيحصل عندي
ان بيحصل ان النيوترينز بيحصل عليها ديسولفد in water عشان بعد كده تترانسفير لمين؟ للسويل. خلاص؟ يبقى عمليه البريسبتيشن عندي او الرينفول لما بيجي بياخد معاه النيوترينز في هيئه ديسولفد، ان هي بيحصل ديسولفنج للنيوترينز دي في الووتر شبه الفوسفورس عندي، صح كده؟ ويبدا بعد كده تنزل عندي في الانفلتريشن او تنزل عندي للجراوند، صح؟ ويبدا ان هي توصل للسويل عشان يقدر البلانت انه يتغذى عليها. ولكن في عمليه عندي الايفابوريشن، عمليه الايفابوريشن حضرتك بيخلي عندي يحصل ترانسفير from او to water from السويل to atmosphere. تمام؟ يبقى حضرتك انا عندي السويل بيجي لها نيوترينز عن طريق الرينفول، يبدا انه يحصل ديسولفنج للنيوترينز دي في الووتر فتوصل للسويل، ويبدا البلانت توصل له النيوترينز اللي محتاجها. لما بيحصل ايفابوريشن الووتر بقى اللي موجوده في السويل دي تبدا ترجع تاني لمين؟ للاتموسفير. خش معايا على السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك نمبر 17 nutrients act as nutrients to support the life of an organism. explain. حضرتك بمنتهى البساطه الشديده جدا تفتكر ليه الليفنج النيوترينتس دي مهمه للليفنج اورجانيزم؟ اكيد عشان حضرتك بتسبورت الجروث، صح؟ والديفلوبمنت بتاع البلانت، ومنها بالديفلوبمنت او بتسبورت الديفلوبمنت والجروث برضو بتاع الانيمال لما الانيمال ده يجي يتغذى عليها. ده غير ان هي بتكون فيتال بروسيس او بروسيس اساسيه للبيولوجيكال بروسيس. جميل؟ تعالى واحده واحده كده نكتبها هنا اهو اكسبلين. هتقول لي والله عشان خاطر النيوترينتس دي بالنسبه لي important to support مين يا معلم؟ الجروث بروسيس، وكمان الديفلوبمنت لمين؟ للانيمال، وكمان للبلانت، زائد يعني ده كده رقم واحد. رقم اتنين ان هي تعتبر فيتال بروسيس فور مين؟ او يعتبر ان هي دي فيتال فور بروسيس لايك مين؟ البيولوجيكال بروسيس، لايك البيولوجيكال بروسيس. زي مين بقى النيوترينتس دي؟ زي مين؟ هتقول له زي الكربون والنيتروجين ومين؟ والفوسفورس. في مشكلة؟ جميل؟ طيب يجي بعد كده على السؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك write 18 write a source for the following nutrients. عايزين سورس للفولوينج نيوترينتس دي اللي هم مين؟ اللي هو الكربون والنيتروجين والفوسفورس. صعبه؟ طب تعالى مبدئيا الفوسفورس ده حضرتك انا عارف ان السورس بتاعه بيكون يا اما من الروك، صح؟ يا اما من الروكس يا اما بيكون من المينرال، والاثنين دول بالنسبه لي يعتبروا فين؟ في الجراوند، في الارض. في مشكله؟ لكن انت عندك الكربون ده موجود في الاتموسفير اللي هو الاير، صح؟ وعندك النيتروجين موجود برضو فين؟ اتموسفير من الاير. وخلي بالك انا ممكن اخد الاثنين دول مرضوا منين؟ جنب الاثنين دول هتلاقيهم دايما مع بعض، يا اما الاثنين دول من الاتموسفير يا اما اقدر اخدهم من الاورجانيك ماتر، يا اما اخدهم منين؟ من الاورجانيك ماترز. في مشكله؟ كده بالنسبه لك حضرتك احنا خلصنا ويك 3 اللي هو كان على ليسون 3 شابتر 1، وكده احنا خلصنا الايه؟ شابتر 1 كله بشرحه بحله بدنيته. خلاص؟ تابع معايا، هنزل لك برضو ويك 4 على اليوتيوب، تابعوا معايا بلس ما تنساش الريفيجن. هنزل لك ريفيجن من الاخر، ريفيجن قويه جدا. كل اللي محتاجه منك ان انت تبقى ورقه وقلمك
ومش محتاج منك حاجه تاني. خلاص؟ وركز معايا في التفاصيل اللي بقولها لك. لو انت كنت معايا في الاونلاين، في التفاصيل كلها اللي احنا كتبناها مع بعض والنوتس دي هنحتاجها في الريفيجن يا بطل. تمام؟ يلا بينا، اشوفك المره الجايه.